ايه اصعب مطب انت شفته من مريض؟ هحكي لك موقف غريب. كان في يوم عامل عملية تكميم لواحد، في نفس اليوم عامل عملية فتق لشخص بنفس الاسم في يوم واحد. فبعد ما روحت الساعة 4 الفجر تقريبا، لقيت كان اسمه مجدي، لقيت مجدي بيكلمني: أنا فلان الفلاني اللي عم حضرتك عامل العملية النهاردة، ومن ساعة ما أكلت بط وأنا عمال أرجع وتعبان. أنا طبعا ما بيبقاش في دماغي أوي اللي عامل الفتق، يعني أنا بيبقى في دماغي أكتر العملية الكبيرة، يعني عملية التكميم. فجه في دماغي مجدي اللي هو عامل التكميم. بتاكل بط؟ طبعا انا انهارت عليه وزعقت له جامد، ويعني اهنته بصراحه، لاني حسيت ان اللي هو هيخش في خطر كبير بسبب اللي هو عمله، خاصه ان انت اول شهر من العمليه المريض بيبقى ماشي على اكل مسلوق وسوائل، فازاي يبقى تاني يوم العمليه يقول لك انا باكل بط؟ فدي حاجه كارثه يعني. فده مجدي كان خلاص. مطب رخم بالنسبه لي، يعني كان حصل معايا مره. بط يا مجدي. بط يا مجدي؟ مش معقول. بط في اول يوم، يعني في اول يوم للعمليه. طبعا ما طلعش مجدي اللي عمل التكميم، طلع مجدي اللي عمل الفتح. طب الحمد لله. فبيقابلنا مطبات بقى شبه دي كتير، ان المريض ما يسمعش تعليماتك، يعمل حاجات من دماغه، ما يبقاش ماشي على طبعا حته ان المريض ما يبقاش ماشي على العلاج بعد العمليه دي بتحصل كتير جدا. مرضى يقول لك انا هعمل العمليه وهخس وخلاص، لازم اخد علاج ليه واخد فيتامينات ليه وبتاع. فيجي لك المريض بعد شهر واتنين عنده مشاكل من نقص الفيتامينات دي، مع ان انت بتبقى منبه مره واتنين ومدي كتاب في التعليمات دي والمواعيد اخدانها والكلام ده كله، ومع ذلك بتلاقي مرضى ما بيلتزموش.